احنا عارفين ان المدن ما ينفعش تسكن فيها الحيوانات البرية، لان مكانها الطبيعي هو الغابة. لكن لما يحصل ان الحيوانات دي تهاجم المدن، يبقى ده بسبب الصيد الجائر للانسان والتجرؤ عليهم. في فيديو النهاردة هنتكلم عن حيوانات مفترسة تهاجم المدن. بس قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا محمد، ولو حابب تشوفنا تاني ادعمنا بلايك واشتراك القناة. في الهند بيعيش أكتر من 47 نمر في الحدائق والمحيطات بمدينة مومباي، اللي بيبلغ سكانها أكتر من 20 مليون. والغريب إن النمور دي مش بتهتم بالبشر ولا مش بيهجموا عليهم، لكن بيهجموا على الكلاب والخنازير الموجودة في الشوارع، وساعات الكلاب الموجودة في البيوت. أما في مدينة أسبن بالولايات المتحدة بتلاقي دب ممكن يطلع الشرفة ويخش البيوت عادي، لو كمان ممكن ياكل بيتزا من التلاجة. احنا عارفين ان الدببة مش كائنات غبية، لكنها بتمتلك ذكاء يخليها تمشي في الشوارع بدون خوف، وفتح صناديق القمامة، لو كمان بيقتحموا السيارات عشان يدوروا على طعام. معروف ان مدينة بانكوك معروفة بالأبنية الفاخرة وناطحات السحاب، لكن المخيف ان المجاري بتاعتها والمراحيض أصبحت مكان للثعابين اللي بيبلغ طولها 7 أقدام، لأن الأماكن دي بيكون موجود فيها كمية فئران شديدة بتجذب الثعابين ليها. أما في مدينة هرار الأثيوبية تنتشر الضباع الأكثر فتكا اللي بتهاجم الجاموس وتفترسه في وقت قليل. لكن ازاي الضباع دي بتعيش وسط الناس بالشكل ده؟ اللي حصل ان اهل المدينة بدأوا يطعموا الضباع دي بطريقة منتظمة من لحوم وعظام، حتى اصبحوا زي الكلاب الاليفة بدون حتى ما تهجم عليهم. كلنا واخدين فكرة ان القرود دي مخلوقات لطيفة وجميلة، لكنها في الاصل لئيمة وحقيرة، عايزة حاجتين بس هما الطعام والشراب، ويشوفوا البشر بيعانوا. وده اللي حصل في مدينة كيب تاون، لدرجة ان ممكن يسرقوا المحفظة بتاعتك ويسحبوا شعرك لو ملاقوش اكل. بجد حيوانات مزعجة. بس لحد هنا اتمنى لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك القناة. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.